لانه في الاول وفي الاخر الولد هيبقى سند لباباه. لان انا شايفه ككنزي يعني انه البنت هي سند طول الوقت لكل الناس اللي حواليها. على سبيل المثال البنت لما تكون في بيت باباها فهي سند لباباها وسند لمامتها وسند لاخواتها الولاد. هاي جايز، يا رب النهارده يكون يوم مليان امل وفرحه وسعاده، والاهم من ده كله ضحكه حلوه طالعه من القلب. النهارده الفيديو زي ما قرات في الاعلان هو فرق معامله الام مع بنتها وابنها. زي ما كلكم عارفين انه دايما الام اللي عندها بنت وولد فدايما الولد بيبقى عندها مميز حبتين تلاتة. فالنهارده حبيت اصور الموضوع ده بس فيديو تمثيلي. حبيت بس اتكلم عن الموضوع ده شويه صغيرين، وحابه بس اعتذر عن صوتي لانه اكيد انتم ملاحظين بس انا عندي برد، فمضطريه ان انا اكمل كده، فاستحملوني بقى. وعايزه اقول ان الولد مش مميز بس عند الام، الولد مميز من زمان جدا، من ايام الجاهليه. تيجي على الدنيا مبتبقاش مدركه اي حاجه، يعني لسه كام دقيقه بربش عينيها كده باباها يروح ياخدها ويروح يدفنها ولا كأن في اي حاجه حصلت، وساعتها بيبقى مرتاح نفسيا وكله تمام. فعايزه اقول الموضوع ده موجود من زمان جدا جدا جدا، وبالرغم التطور اللي حصل وبالرغم ان المرأة دلوقتي او الست بقى ليها مكانة مهمة جدا. الست خلاص يعني بقت وزيرة، بقت رئيسة، يعني الست بقت تعمل حاجات كتير زي الراجل بالظبط. فبرغم كل التطور ده وان الست بقى ليها مكانة مهمة جدا، الست بقت تتعلم زي الولد بالظبط، بقت تروح وظائف كبيرة زي الولد بالظبط. بس لحد دلوقتي لسه لحد دلوقتي بالرغم التطور اللي احنا فيه، مثلا لو واحد مراته حامل وعرفوا مثلا الجندر بتاع البيبي او جنس المولود مثلا او ايا كان المسمى، ويعرف مثلا انه بنت، فدايما فبيحس كده بخنقه. وطبعا مش كل الناس بس كتير قوي بيحسوا بخنقه وحزن، ويحس مثلا انه الدنيا باظت لانه ابنه اللي كان متخيله انه هيجي ويتسند عليه واللي اسمه هيرتبط باسم باباه والحاجات دي كلها خلاص يعني مش هتحصل، وانه ربنا رزقه ببنت فمش هتعمل حاجه. يعني البنت اخرها في الاول في الاخر ايه؟ هتروح تتجوز وهتبقى عايشه في بيت جوزها وخلاص يعني. فبيحسوا كده انه بيمنوا عن مثلا لو راجل مثلا جاله بنته، فبيحس ان هو بيمن عليها انه بيصرف عليها مثلا وبيوكلها ويشربها ويعلمها لو طبعا يعني حب يعلمها، لانه معظم البنات ما بقتش تكمل تعليمها. وبس الحمد لله حصل تطور والتعليم بقى حاجه مهمه. بس انا بقول بشكل عام انه في جزء وما نقدرش ننكره من الناس بيعملوا الموضوع ده. وانا شايفه ان الموضوع ده يعني لما بسمعه بحس انه يعني ازاي بعد التطور ده كله يحصل واحنا لحد دلوقتي شايفين ان البنت ملهاش لازمه. او فانا عايزه اقول ان البنت لو هي في بيت باباها فهي سند لباباها وسند لمامتها وسند لاخواتها الولاد، حتى لو كانوا كبار في السن او يعني اكبر منها او اصغر منها. ولما بتتجوز وبتروح لبيت جوزها فاكيد جوزها ده مثلا حياته مش وردي طول الوقت، يعني اكيد شغله مش ماشي واو والدنيا دايما وردي، فاكيد بتحصل ظروف. فلما بتحصل الظروف هنا بتبان برضو ان البنت او الست سند لجوزها. فحبيت بس اتكلم عن مش عارفه هو الموضوع اصلا مش موضوعنا دلوقتي، بس مش عارفه ليه تطرقت ليه. فايا كان بس النهارده عايزه حابه اعمل حاجه كده انه كل فيديو يبقى فيه سؤال. فسؤال النهارده، هل انتوا بتحسوا انه لازم يبقى فيه ولد في الاسره علشان يبقى فيه سند ولا لا؟ فاكتبوا لي تحت في الكومنت. مننساش بقى فكره الفيديو الاصلي هو الفيديو التمثيلي اللي انا بكلمكم عنه. فقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تكتبوا تحت كومنت لطيف وتجاوبوا على السؤال اللي انا لسه قايله لكم عليه من شويه. كمان تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك انستجرام وتيك توك، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. وبس ويلا نبدا بالفيديو. اوكي، طبعا انا بنفس اللبس لانه اكيد مش هغيره، بس لبست النضاره عشان اكون مرتاحه اكتر. فاول حاجه ممكن تحصل فيها تمييز ما بين الام، يعني مع الام مع ولادها، يحصل خروجه واطلب من ماما فلوس. فهل ماما هتعاملني زي ما هتعامل اخويا في الفلوس ولا هيبقى فيه اختلاف؟ فروح شوفوا المشهد او روحوا شوفوا انا ازاي وريتكم المشهد ده وتعالوا. انا قاعده مكاني لسه قاعده مكاني، فروحوا شوفوا المشهد وتعالوا. ايه يا كنزي في ايه؟ خير ماما، انا كنت عايزه فلوس علشان انا خارجه.
فلوس؟ ليه يا كنزي؟ ليه كده يا ماما؟ ده انتي، لا 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 لا، انت بقيتي مبذره قوي. لا انت اللي مش لسه واخده فلوس اول امبارح؟ لا ما ينفعش كده. ايه يا ماما اول امبارح بس يا ماما؟ يا ماما انا خارجه مع اصحابي والنبي ما تكسفيني. بس لازم بعد كده تاخدي بالك من مصاريفك، انا مش هينفع كده يا حبيبتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي احنا داخلين على رمضان والدنيا يعني. استغفر الله العظيم. خدي 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 20 جنيه يا ماما. 20 جنيه ايه يا ماما؟ يا ماما انا مواصلاتي لوحديها اصلا ب10 جنيه. ايوه يا حبيبتي، ايه المشكله؟ المواصلات ب10 وانتي يعني ماشيه نفسك ب10 التانية. اصرف نفسي ازاي يعني يا ماما؟ ما ينفعش. طب هاتي يا كنزي. طماعه، شخص طماع كده، لا اله الا الله. دي حلوه ولا مش حلوه؟ اتفضلي. شكرا يا ماما. لا ما تطلبيش مني فلوس تاني، وما تبصيش على الفلوس دي يا حبيبتي، دي فلوس ناس. ماشي بعد اذنك ما تطلبيش مني اي فلوس تانية. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. لا بوظتي. لا انت عارفه ان يومي بيبوظ لو حد طلب مني فلوس. انا محدش يطلب مني فلوس، يعني يومي بيبوظ يعني. بس انتوا على فكره ابوكوا اللي دلعكوا، ابوكوا اللي بجد بوظكوا يعني. ماما انا كنت عايز فلوس. لا يا يوسف انت كده بجد بقيت مبذر. ما انت خدتي يا حبيبي الصبح، يعني عايز الصبح وبالليل يعني. طب اجيب منين طيب؟ لا ما ينفعش كده. هو انا يا ماما ايه يا ماما اللي انا خدت الصبح يعني؟ وانا خارج مع اصحابي يعني يا ماما هتكسفيني؟ لا حرام، مش هكسفك قدام صحابك. خد عايز كام يا حبيبي؟ خد. بس انت واختك بجد يعني ضيعت فلوسي. خد اهي 50 جنيه اهي. بص بقى اخرج بقى واتفسح يلا. 50 جنيه ايه بس يا ماما؟ يعني 50 جنيه دلوقتي بقت تعمل ايه؟ لا انا يعني يا ماما معلش يعني شوفي حاجات تانية تديها لي. وحشة؟ ايه اللي وحشها؟ طيب خد 50 تانية وماشي، ما تبصش على الفلوس دي فلوس ناقص. خد. كده رضا قوي. شكرا يا ماما. والله انا عارف ان الفلوس دي فلوس ناس وماشي شكرا. انت تيجي كده بدري علشان نتعشى كلنا مع بعض، ويعني لو الخروجه حلوه قوي يا سيدي خلاص هحط لك العشاء بتاعك في التلاجة. بس اوعى تقول لاختك لان ده منابك ماشي. زي ما لاحظتوا انه سبحان الله هو الامهات دايما في حنيه زياده عند ولادها، معرفش ليه. الموضوع التاني اللي تحسوا فيه تمييز مع الام هو لما يبقى في نتيجه امتحان وانا ابقى جايبه نتيجه بالنسبه لي مرضيه جدا وعلى قد تعبي ومذاكرتي، واخويا يبقى جايب نتيجه برضو بالنسبه له مرضيه، ولكن دايما ردة فعل امي او امهاتنا كلنا تبقى مختلفه مع ولادها. يا ماما هو انا جبت نتيجتي، يعني كان عندي امتحان امبارح تمام وجبت النتيجه بتاعته النهارده. يعني بصي بقى شوفيها وكده، وبس الحمد لله انا جبت درجه كويسه. ماشي فاتفضلي. قوليني مالك واقفه مبلمه؟ اوعي تكوني جبتي درجه وحشه. فين اهي. انا قصرت معاكي في ايه؟ 19 من 20 يا كنزي. ليه قصرت انا معاكي في ايه بقى؟ قوليلي كم واحد جاب بقى 20 من 20؟ كم واحد جاب النتيجه النهائيه؟ قوليلي. ما اعرفش، انا ما اعرفش مين يا ماما، انا ما اعرفش مين كم واحد جاب 20 من 20، انا يعرفني؟ ما تعرفيش يعني كده في ناس جابت 20 من 20. ايوه يا ماما في، وبعدين البني ادم يعني خطاء وبيتعلم من اخطائه، وانا خلاص عرفت الغلطه اللي عندي ومش هعملها تاني. تعلم من اخطائك ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. ماما انا جبت نتيجه الامتحان بتاعتي. خدي. ترمالي كده ليه؟ يلا في ايه؟ هما بيحطوا فين ايوه اهي.
من 20. يا ما شاء الله. الحمد لله يا ماما، يعني كل ده بفضلك وبفضل دعائك ليا. يعني انت عرفت تجيب 11 واحده صح، ما شاء الله بجد. انا فرحانه. ما تقولش لحد، ما تقولش لحد بجد. لا لا تحس. انا هخلي الورقه دي معايا. انت شاطر بجد. المره الجايه بقى انا عايزاك تجيب اعلى، ماشي؟ احنا مش هنفضل ثابتين كده، لا حبيبي. المره اللي فاتت كانت 10، الحمد لله جبنا 11. فاحنا بقى عايزين بعد كده اعلى واعلى واعلى، تمام؟ لحد كده ما نوصل مثلا يا سيدي ال15، انا راضيه، ماشي؟ لا 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 اكيد المره الجايه ان شاء الله تبقى اعلى. الموضوع التالت اللي انا حابه اتكلم عنه برضو واوريكم مدى الظلم لما ابقى عادي، يعني نفسي في حيوان اليف عايش معاه عادي يعني، فاطلب من مامتي قطه. قطه عادي جدا. فدايما بيبقى ردها انه لا هي ما بتحبش القطط، واخويا كلب ويقولها ان هو صغير وكده، وهي توافق. ماما انا كنت عايزه حيوان اليف اربي. يا ماما حيوان كده يعني صغير كده اربيه، وقطه يعني كان نفسي في قطه صراحه. عايزه حيوان قطه. لا 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 انا بقشعر منهم، بقرف منهم. لا 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 ما بحبش القطط، ما بحبش القطط، ما ينفعش. خلاص ممكن نجيب كلب صغير ليلو كده، عسول كده وكيوت. انتي اصلا ما بتمسكيش مقشه في البيت ده، فمين بقى اللي هيكنس للقطه ويوكل القطه ويسحم القطه؟ مين هيعمل كل ده؟ انا ههتم بيه، انا هنضف له وهوكله وهشربه، وبجد انا ههتم بيه، وبجد مش هتحسي بوجوده اصلا. فلا يا كنزي، عشان انتي شخص غير مسؤول، فانا بالتالي مش هخليكي تجيبي حاجه. ماما انا كنت عايز حيوان اليف يعني اربيه، كنت عايز اشتري كلب. لا كلب ايه بس يا يوسف، كلب ايه؟ لا 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 هيبوظ لي البيت، هيبوظ لي البيت يا حبيبي وانا بصلي يعني. لا وكمان انت كمان بتصلي، يعني احنا نصلي ازاي في البيت وفي كلب في البيت؟ ما ينفعش. بصي احنا هنحطه في البيت، والاوضه اللي احنا بنصلي فيها وبننام فيها خلاص، يعني مش هيدخلها خالص. طب ومين هيروق له ومين هينضفه؟ مو عشان خاطري انا هروق له، عشان خاطري بس يا ماما والنبي انا نفسي فيه. خلاص بقى ما تزنش يا يوسف، ما تزنش عليا. خلاص ماشي انا موافقه. خلاص حبيبتي حبيبتي والله انا بحبك والله. يا اروح اجيب. طب وبابا طيب؟ خلاص بقى ابوك هقنعه. خلاص خلاص انا موافقه وهقنع ابوك. هتقنعي؟ خلاص شكرا يا ماما شكرا. 10 seconds later. وصلنا لنهايه الفيديو، وطبعا شفتوا الفيديو عامل ازاي. فانا حابه بس تكتبوا لي تحت في الكومنت رايكم في الفيديو. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبك الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تكتبوا كومنت لطيف تحت يعني بصوا عايزاكم تكتبوا، عارفه ان انا طلباتي كتير بس هتكتبوا كومنت لطيف وهتجاوبوا على السؤال اللي هو كان في اول الفيديو. وبس يعني لو حابين اعملوا سبسكرايب، وبس اشوفكم في فيديو تاني.